لو عاوز تعرف انت هتكون فين بعد 5 او 10 سنين، بص على اصحابك اللي حواليك دلوقتي. لان اصحابك اللي حواليك دلوقتي هم اللي هيحددوا مكانك بعد 5 او 10 سنين. اول امبارح كده كنت رايح اصلي الظهر في الجامعه، وزي عادتنا يعني زي الصلاه بتاعتنا، انت الاول لما بتيجي تصلي اي صلاه بتبدا الركعه بتاعتك ان انت بتقرا سوره الفاتحه، وبعد كده بتقرا وراها سوره صغيره. فالسوره الصغيره اللي انا قراتها كانت سوره الفيل. اول ايه في سوره الفيل بتقول ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. الايه دي لما قراتها وانا بصلي قعدت افكر فيها كده. اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى في الايه دي اختار لفظ اصحاب الفيل؟ ليه مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ملاك الفيل مثلا؟ ليه اختار بالذات لفظ اصحاب؟ انا عاده الحاجات اللي زي دي بتخليني ادور كتير، عايز اعرف ايه السبب ورا اللفظ، وربنا سبحانه وتعالى طالما ذكر لفظ بعينه فاكيد ده وراه حكمه. المهم لما قعدت ادور وقعدت اعمل سيرش كده للموضوع ده، لقيت ان كلمة صاحب معناها او تعريفها ان هو من يصاحب من هو افضل منه. يعني لازم عشان تقول على حد صاحبك فلازم اللي مصاحبه يكون افضل منك. وعشان كده مثلا الصحابة رضوان الله عليهم ليه اتسموا الصحابة؟ عشان هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعشان كده اتسموا بالصحابة. طبعا انت ممكن دلوقتي ندهش تقول لي يعني انت قصدك دلوقتي ان الفيل افضل من ابرهة واللي كانوا معاه اللي هم اصحاب الفيل؟ ده حيوان وده انسان. اقول لك واديك الدليل. ابرهة الحبشي والناس اللي كانت معاه كانوا عاوزين يعملوا ايه؟ كانوا عاوزين يهدموا الكعبة. والفيل عمل ايه؟ ابى عن ده، رفض ان هو يهدم الكعبة. فعشان كده اتسموا باصحاب الفيل. ليه؟ لان الفيل هو اصلا الافضل منهم. والسؤال هنا بقى، هل صاحبك الشاب اللي بيجي يعدي عليك ويضيع معاك ال 24 ساعة وتلاقي ان انت ما عملتش اي حاجة في يومك ويومك ضاع على الفاضي؟ ولا صاحبك اللي ما وراهوش غير ان هو يجيب في سيرة دي وسيرة دي وسيرة دي؟ ولا صاحبك اللي بيجرك انك تعمل حاجه غلط عشان ما يكونش هو بيعملها لوحده فانتوا الاتنين تعملوا الحاجه الغلط دي مع بعض، يشرب حاجه بقى او يعمل اي حاجه فهو بيجرك انك تعمل معاه ده؟ ولا صاحبك اللي نظرته سلبيه وسودة عن الحياه، دايما شايف ان كل حاجه مقفله وكل حاجه وحشه، ودايما بيكسر مقاديفك يوم ما يجي لك فكره او يجي لك طموح ناحيه حاجه لا هو يقول لك لا ده الدنيا سودة ويقفلها في وشك. انا ليه بتكلم معاك وبقول لك اسال نفسك الاسئله دي؟ لان كلنا عارفين ان مفيش احسن من قعده القهوه. قعده القهوه بننزل نقعد مع اصحابنا بنفضي دماغنا بيها وبتبقى حاجه جميله جدا وبتبسط بيها جدا، وبالمناسبه ده مش غلط. ولكن الغلط بيبقى باللي بيحصل في القعده دي. ممكن نكون بنعمل في القعده دي حاجات غلط بدل ما تكون بنفضي دماغنا بيها، لا بالعكس ده ترجعنا لورا. في جمله انا لما سمعتها يعني خلتني كده ابص لمنظور الصحاب ده بمنظور مختلف تماما. وهي جمله انك لو عاوز تعرف انت هتكون فين بعد 5 او 10 سنين، بص على اصحابك اللي حواليك دلوقتي. لان اصحابك اللي حواليك دلوقتي هم اللي هيحددوا مكانك بعد 5 او 10 سنين. بص من الاخر، صاحبك لازم أن يكون احسن منك، او خلينا نقول هو احسن منك وشبهك في نفس الوقت. يكون شبهك في قيمك ومبادئك. اول حاجه لازم أن يكون صاحبك ده بيفكرك بربنا سبحانه وتعالى وبالله عز وجل ان انت تقرب اكتر من ربنا. ولازم أن يكون شبه قيمك ومبادئك اللي انت ماشي بيها في الحياه، ويكون احسن منك. بس على فكره، مش احسن منك معناه ان هو يبقى احسن منك في الفلوس او ان هو يبقى معاه فلوس اكتر منك او معاه عربيه احسن منك، ما بتتحسبش كده خالص. صاحبك يكون احسن منك باجتهاده في الدنيا، بان هو عنده طموحات ويوصل لها وبيجتهد وبيدوس على نفسه في ان هو يوصل لده. صاحبك يكون دايما متفائل وطموح، عنده احلام وطموحات هو عاوز يوصل لها ومتمسك بيها جدا. اول ما تلاقيه بيعمل كده تلقائيا هتلاقي انت كمان بتعمل زيه. هو بس عيب النوعيه دي من الصحاب ان هي بتكون قليله شويتين. يعني انت عشان توصل للنوع ده من الصحاب انت هتعاني جدا وهتدور كتير جدا لحد ما توصل لده. بس اول ما تلاقي ده امسك فيه وكلبش فيه بايديك واسنانك، لان صدقني هو ده اللي هيساعدك وهيشدك لفوق. هو ده الشخص اللي هيخليك تغير من جواك، عشان اكون صريح معاك. ولكن مش غيرة وحشة، هي غيرة صحية. غيرة هتخليك تسعى، غيرة هتخليك تاخد خطوة، غيرة هتخليك عاوز تعمل حاجة. فهي دي النوعية من الصحاب اللي المفروض انك تكون معاها، عشان هي دي اللي هتشدك لفوق. وعشان كده الجملة اللي كلنا اتربينا عليها واللي ممكن لما اقولها لك دلوقتي تحس ان هي كليشيه وسمعتها كتير، ولكن هي مش غلط. وهي جملة ان الصاحب ساحب. فانت دلوقتي جه دورك انك تسأل نفسك، مين هو صاحبك؟